هاي يا جماعة. يا رب تكونوا مبسوطين ومتشكرين ان شاء الله. النهارده الدنيا باردة قوي وانا بصور من تحت البطانية، بس ماشي. النهارده عايزة اتكلم معاكم في فيديو مهم جدا، وهو ليه في اهالي بيذلوا ولادهم بالفلوس او بيعايروهم بالفلوس، وهل الفلوس اللي بيدفعوها دي تفضل منهم ام واجب وحق اولادهم عليهم؟ يا ترى ايه تأثير ده على الولاد في المستقبل؟ ازاي بيتعاملوا مع الفلوس؟ ماشي. اول حاجة، ليه في اهالي بيذلوا ولادهم بالفلوس؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده. ليه اهالي بيذلوا ولادهم بالفلوس اصلا؟ ما دي مسؤوليتك، يعني المفروض انت خلفت طفل، المفروض انت اللي تشيل مسؤوليته بقى. يعني احنا نجيبه لك نيجي نصرف لك عليه يعني ولا ايه؟ ماشي. وليه ممكن حد يذل عياله بالفلوس ويقول لهم اجيب لكم منين، انا معيش، هي دي شكرا بتاعت بابا ومش عارفه ايه، او انا بدق فلوس. وايه تأثير ده على الابناء في المستقبل؟ اول حاجه بيأثر على الابناء في المستقبل بيتعاملوا ازاي مع الفلوس. ماشي. في اعتقادهم دايما ان الفلوس ديت هي الحياة، هي من غيرها مش هنبقى موجودين. بيتحولوا لكائنات مادية، حرفيا الفلوس اللي بتمشيهم. بيتعاملوا مع الناس كده، يعني دايما بيتعاملوا مع الناس دايما شايفين، بيحسدوا اي حد معاه فلوس، بيحسدوا اي حد معاه غني. ماشي. دايما باصين دايما نفسهم يبقوا زيه. ماشي. كل ما تيجي سيرة الفلوس تلاقيهم بيتكلموا كده عن حاجة عظيمة وحاجة كبيرة، ودايما بيحسوا ان هما مديونين لكل حاجة في الحياة. ماشي. دايما بيحسوا ان كل حاجة مديونين ليهم وهما مش من حقهم اي حاجة. ماشي. وعلاقتهم طبعا بالفلوس بتتوتر، في منهم بيتحاول بيبقى بخيل جدا 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 جدا، مع حتى على نفسه، ما يقدرش يجيب لنفسه حاجة خوفا ان الفلوس احسن تخلص ولا حاجة وتحول لشحات. وفي منهم بيبقى بخيل على الناس، بخيل على بعد الشر، لو جاب عيال بعد كده برضه بيطلع عينيهم وما بيقدرش يصرف عليهم. في منهم بيتحول مسرف بقى، يقول لك اصرفوا بقى، كل ما معاه ربع جنيه يروح يصرف. ماشي. لان طبعا اتحرم، فبالتالي ايه بيعوض الحرمان ده. ماشي. وليه الاهالي بتعمل كده مع عيالها؟ ماشي. ليه بتعمل كده مع عيالها طالما هم مش قد الاطفال والخلفه؟ ليه بيخلفوهم اساسا؟ ماشي. وليه اشهر جمل في الوطن المصري بتاعنا ده او في العالم المصري، انا مسميه العالم المصري لان مصر هي عالم لوحدها بصراحه. ماشي. اشهر جمل اجيب لكم منين، هو انا بدق فلوس، هو انا بطبع فلوس، كان على عيني بتاعت عبلة كامل مفيش. ماشي. اشهر اغنيه بتاعت اجيب فلوس منين وكده يعني. ماشي. وهي دي شكرا بتاعت بابا وانا بديكم وتحبوا ربنا بديكم واروح اسرق لكم يعني مش عارفه ايه. وفي اهالي كمان بيبتدوا يشغلوا العيال عشان يصرفوا على نفسهم، يقولوا لهم انزلوا اشتغلوا، اللي عايز حاجه ينزل يشتغل ويصرف على نفسه، ما يصرفش مع حد، انت خلاص كبرت. حتى لو عنده 20 سنه يقول له انزل، انت خلاص كبرت، انزل اشتغل، انزلي اشتغل. عايزه تجيبي لنفسك علبه منوكين، انزلي اشتغلي ب 10 جنيه وهاتي حقك. مش اللي عايزه حاجه تنزل تشتغل، اشتغل واصرف على نفسك. عايزه اخش جامعه انزلي اصرفي بقى، انا مش هتاخر جامعات، انا معيش فلوس اتاخر جامعات. ماشي. وطبعا الكلام ده يا جماعه بيأثر على الام. ماشي. الكلام ده بيأثر على الام، فبالتالي الام بتأثر على الاطفال. ماشي. تأثيره على الام ايه بقى؟ ان هي دايما حاسه انها مضغوطه، حاسه انها عليها فلوس، حتى لو هي بتشتغل على فكره، من اغلب الست في مصر ما بتشتغلش، بس ماشي. حتى لو هي تشتغل مثلا تحس برضه ان هي مضغوطه، هي دايما اللي هي على كتفها حمل تقيل قوي هي مش شايلاه. ده بيأثر على ولادها، بيطلعوا صوت غضب، بيطلعوا صوت زعيق، بيطلعوا صوت قهر. ماشي. وفي الاغلب الام بتستخدم الكلام ده كسلاح، خصوصا لو كانت الام مطلقه او ارمله. يعني لو الام ارمله هتلاقي دايما بتقول لك كلمات زي ايه، انا اللي شايله الشيله كلها، ما حدش شايل معايا، انا شايله البيت كله على دماغي، انا شايله لوحدي، ده انا مطلقه وغلبانه ومعيشه كده كمان، ده الواد ده يتيم على هو الله مش عارفه ابوه ميت، ده انا مطلقه وجوزي ما بيسيبش عليا ورميهم ومش عارفه ايه. وكمان بتقول الكلام ده للناس، فبالتالي الكلام ده بيأثر على اولادها. يعني لما انت امك تقول قدامك او امك تقول قدامك ده ابوها مطلقني ما بيصرفش عليها، ده ابوها مش عارفه بيعمل ايه، ده ابوها مش عارفه، وانت طبيعي تعملي ايه؟ اما تسمعي بيتقال عليك كده هتبتدي تحسي ان انت عاله وشافقه، والناس كلها بتشفق عليكي وبتبصلك من فوق لتحت، يا عيني ده ابوها مطلق امها، يا عيني ده ابوها رميها مش عارفه ايه. ماشي. وطبعا هيبقى استخدم السلاح ده ضد الاولاد او ضد الاطفال، اللي هو حرام عليكم مش عارفه ايه. طبعا الاولاد نفسهم في حاجه، طبعا اسمها امهم طبعا طول ما هي قاعده بتقول ايه، انا معيش اجيب لكم منين، مفيش مش عارفه ايه، فبالتالي هيأثروا الاطفال لما يحسوا ان هم محرومين، اشمعنى ده عنده واشمعنى ده عنده، فده هيولد حقد طبقي. ماشي. ده الاطفال هيحسوا ان هم ايه، اشمعنى ده معايا، ده احسن مني في ايه مش عارفه ايه. ماشي. وطبعا لما الام تتكلم قدام اطفالها وتقول انا معيش اجيب لكم منين، هو انا ادق فلوس، ده انا جوزي ارزقي، ده احنا ارزقين، ده جوزي مطلقني ومعيش، ده انا جوزي مش عارفه ايه، ده ابوهم متوفي، ده رميهم ما بيسالش عليهم. فبالتالي العيال هيبقوا عنيفين مع نفسهم، هتلاقيهم بيتخانقوا مع نفسهم كل ما يجيبوا لنفسهم حاجه
مثلا من فلوس محوشينها او حتى فلوس امهاتهم مديها لهم، يحسوا بالذنب ان هو لا ده ماما كنا احنا اولى بالفلوس دي ومش عارفه ايه. وكلمه احنا اولى بالفلوس دي كمان بتتقال في حاجات اساسيه، يعني مثلا ممكن مثلا حد مثلا يكون محتاج حاجه ماشي وما يقدرش يجيبها لنفسه، ماشي يقول لا ده فلان اولى، ده فلان اولى. او مثلا بعد ما يجيب الحاجه يقول مش كنت خليتها، فبتحس بالذنب حتى لو جايب حاجه انت نفسك فيها وعايزها ومحتاجها، بتحس بالذنب اللي هو انا ليه كنت وفرت الفلوس دي. تبقى عنيف مع نفسك وبخيل مع نفسك ماشي، تبقى بخيل مع اللي حواليك سواء في المشاعر او في الفلوس ماشي. وبتبقى عنيفين، بتلاقي اطفال قليله الادب بتضرب الحيوانات في الشارع، اطفال قليله الادب بتزعق لناس كبار. كل ده ناتج من ايه؟ من ان هم بيتعاملوا في البيت معامله سيئه ماشي، واهلهم بيعملوا معامله سيئه سواء الاب او الام. وكمان من الناحيه الماديه ان الاب والام معهمش فلوس، شحاتين، فبالتالي خلفوا اطفال، فالاطفال بقوا شحاتين ماشي، فبالتالي الفقر ده اثر عليهم سلبا، بحسهم ان هم مصدر شفقه لاهلهم ماشي. وبقوا عنيفين، بيتخانقوا مع زمايلهم، بيضربوا زمايلهم، بلطجيه، بيضربوا الحيوانات وبيضربوا اصحابهم في المدرسه ماشي. فده بينتج على المجتمع سلبا للاسف، وبيخلينا ايه مش طايقين بعض، مش الاطفال مش طايقه بعض، الاطفال بتكره بعض، حامدين على بعض. يعني مثلا موضوع اللانش بوكس ده، ممكن تلاقي واحده بتعمل لبنتها لانش بوكس بصراحه مش عايزه اقول معفن يعني، بس لانش بوكس بسيط جدا، حاطه فيه سندوتشين جبنه وبتاع وبيضتين وحته تفاح، تلاقي واحده داخله طب حرام عليك يا مفتريه، ده في ناس مش لاقيه تاكل، مش لاقيه تاكل ايه؟ بيضه وسندوتش جبنه وتفاحه. ايه اللي مش لاقيين ياكلوه في كده ماشي؟ وده حقد طبقه ماشي. يعني انت ما عندكيش وقت تروحي تشتغلي وتجيبي لعيالك اكله، ما عندكيش وقت تروحي تعملي لعيالك سندوتش ولا لا، بس عندك وقت تخشي تكتبي لواحده كومنت زي ده وتقول لها حرام عليك انت بتاكلي عيالك. طب ما طبيعي انها تاكل عيالك، طالما معكيش تجيبي بيض ومعكيش بتجيبي جبنه، بتخلي فيه عيال ليه ماشي؟ فما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش اول حاجه نعيل عيالنا ونقول لهم او نعيل عيالكم ماشي ان هم يا حرام عالة عليكم، يا حرام ان انتوا بتجبوا عليهم، لان دي مش جبايه، ده حقك، ده حقك يا حلوف، ده حقك ان انت ده حق اولادك عليك ان انت تصرف عليهم ماشي. دي حاجه. تاني حاجه وده الاهم، ان الاطفال هم حياه جديده هتتولد ماشي، او الطفل من دول بيبقى يعني شخصيه جديده طالعه للمجتمع، فانت بتبقى ذكريات في ذاكره طفلك، او بتبقى مواقف في ذاكره طفلك، يا تبقى مواقف كويسه يفتكر كل خير، يا اما كل ما تيجي سيرتك ينعلك ويقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ده بهدلني، ده ظلمني، ده كان بيعاني بالجنيه وبدا ده هيأثر عليهم، وهيأثر على اللي حواليهم، وهيأثر على مستقبلهم ماشي، وهيأثر على المجتمع ماشي. لان لما الفقير يخلف فقير، والفقير يخلف فقير، والفقير يخلف فقير، يقول لك الفقر مش عيب، امال ايه اللي عيب؟ يقول لك ما اجمل الفقراء وما اقبح الفقر. يا حبيبي الفقر قبح والفقراء قبحه يعني ماشي. فبلاش نورماليز الفقر، او بلاش نحسس ان الفقر ده حاجه عاديه يعني، وان عادي انك تبقى فقير. لا مش عادي انك تبقى فقير، للاسف الفقير مطحون ماشي. والفقير بيخلف مطحونين، فبالتالي المجتمع كله يبقى مطحون، فبالتالي يبقى فيه ضغط مجتمع، يبقى فيه جرائم، يبقى فيه سرقه، يبقى فيه قتل زي ما بيحصل دلوقتي كده ماشي. وبس كده انا اكون خلصت ماشي، واتمنى اشوفكم تاني، وان شاء الله هتشوفوني تاني ان شاء الله ان شاء الله يعني. وربنا يكرم في الفيديوهات الجايه. مع السلامه.